السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل تزيين التورتيه القمر دي اللي عملنا الاسبونج بتاعها الفيديو اللي فات، وكتبنا عليها الاسم هنا على القاعده بتاعه التورتيه، والتورتيه دي كانت مقاس 22 عاليه. يلا بينا نشوف الفيديو عباره عن ايه وزيناها ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، وما تنسيش تشيري الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان يوصلهم كل جديد. ولو انتي اول مره تشرفينا ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ده الاسبونج اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بتفاصيله بكل حاجته في الفيديو اللي فات. عملنا الاسبونج اهو بالطريقة دي. هنبتدي بقى ان احنا نقطعه ل4 ديسكات عشان كان مطلوب عالي، وممكن ان انتي تقطعيه ل5 ديسكات. انا كنت عملته في فيديو قبل كده، كانت التورتية مطلوبة نص ونص، برضو كانت مطلوبة السيشن، وكنت عاملاها 5 ديسكات. اول حاجة بنجيب قاعدة مقاس 30 في 30، وبحط عليها ورق من اللي هو يعني الكيس اللي هو بتاع التلاجة. بجيبه اقطعه كده ل4 واحطه، علشان طبعا القعدة دي مش بتتمسح ولا بيحصل فيها اي حاجة. لازما اللي هي القعدة الكرتون العالي دي مش بتتمسح ولا بيحصل فيها ان انتي تقدري ان انتي تمسحيها ولا كده. فلازما بفرش من الورق اللي هو الاكياس اللي هي بنستعملها دي، بفرش منها كده علشان اجي اشيلها بمنتهى السهولة بعد كده. يبقى القعدة بتاعتي نظيفة وما فيهاش اي حاجة. اول حاجة سقيت التورتيه، طبعا كانت مطلوبة كلها شوكولاتة من جوه، فانا سقيت اول ديسك معايا سقيته بالشربات الخفيف. كل اللينكات دي هسيبها لك في صندوق الوصف، اللي هي طريقة الكريمة، طريقة الشربات، طريقة الجناش، كل ده هسيبهولك. طبعا التورتيه هتبقى سادة من بره زي ما شفتوها في اول الفيديو، يا دوب الكريمه بس واخده لون، فلازم نطعمها من جوه. فانا بحط الكريمه وبعد كده بحط عليها جناش شوكولاته من جوه عشان تبقى التورتيه متطعمه وجميله. ده بقى مش بيبقى طبعا باختيار الزبون، او مش بزود عليه في السعر، لان التورتيه من بره ساده خالص ما فيهاش اي حاجه. بعد كده بنحط الديسك التاني بمنتهى السهولة وبنفس الطريقة، وبنحط نضغط ضغطة خفيفة، مش ضغطة جامدة ولا حاجة، ضغطة خفيفة كده. وبنسقي برضو بشربات خفيف زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. وبنفس الطريقة هنحط كريمة وهنحط جناش شوكولاتة. حابة تحطي كريسبيات تمام، حابة تحطي اي حشو انتي حباه بقى، حابة تحطي مكسرات تمام، اللي عندك وعايزة تحطيه مفيش اي مشكلة. المهم ان انتي تطعميها من جوه عشان من بره هتبقى سادة. ادي جناش الشوكولاتة اهو، هسيبلك طريقته برضو في صندوق الوصف. ودي هنحط الديسك التالت. بصوا هتبقى عالية وجميلة جدا معانا، وهي كانت مطلوبة ان هي تبقى عالية كده، فبنزود في الاسبونج زي ما شفنا الفيديو اللي فات. وبسقي برضو بشربات خفيفة عشان تبقى الكيك بتاع التورتاية مرطب كده وطعمه حلو. وببتدي احط برضو جناش شوكولاتة اهو بمنتهى السهولة كده، ونحط اخر ديسك معانا، ونبتدي بقى ان احنا نظبطها من بره دلوقتي. انا على فكرة ما نسيت اقول لكم ان انا مرجعة التورتايه لورا شوية في القعدة، عشان هنكتب زي ما انتوا شفتوا كده، هنكتب الاسم على التورتايه من قدام على القعدة من قدام، فعشان كده انا رجعت التورتايه لورا شوية. وبنسقي بقى بشربات خفيف، وخلصت على كده الحشو من جوه بقى تمام معايا. جبت القعدة بقى وابتدي اجيب الكريمة كده. دي بقى كريمة بيضة، اللي جوه كانت كريمة شوكولاتة، لكن من بره هنحط كريمة بيضة يا دوب بس نداري الفتافيت ونداري كل حاجة، بحيث ان احنا بقى لما نيجي نحط اللون البامبا اللي هو اللون الروز ده اللي هو محتاجاه، اللي كانت طالباه معايا، يبقى التورتايه من بره ما فيهاش اي كيك ولا اي فتافيت ولا حاجه. هنحط على الكريمه البيضه فهيبقى اللون طالع مظبوط معايا، وبمنتهى السهوله هيبقى تمام كده معايا اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي التورتيه بجلسها تجليس خفيف، مش تجليس تقيل او كده، لا خفيف خالص، بس يا دوب مسحه كده على الاسبونج من بره، بحيث ان هو يبقى واخد بس كده مداري كل التورتيه من جوه. وباخد الزيادات كده وابتدي اعمل على الوش نفس الطريقه، خفيف كده ما تقليش ولا اي حاجه، لان لسه هنحط كريمه تاني وهنحط عليها اللون المطلوب دلوقتي. ادي التورتايه اهي بمنتهى السهولة، التزيين بتاعها وسهل جدا وبسيط، وبسم الله ما شاء الله. عجبتهم جدا جدا،
كانت طالعة بصراحة جميلة اهي. خلصنا كده تجليسها اهو، تجليس خفيف. بعد كده بقى هنجيب ادي ده اللون الاحمر اللي هو الماجيك. الوان الماجيك دي حلوة جدا، جل. بجيب كده هاخد نقطة واحدة، يعني هو اللون كان مطلوب اللي هو اللون البامبا الهادي، مش اللي هو الغامق او كده، فبحط نقطة واحدة وهنضرب كده بالمضرب ونشوف هل هنحتاج نحط تاني ولا ايه. المهم ان انتي توصلي للون اللي العميلة طالباه او للزبونة طالباه اهو. بصوا انا مش عايزة اتقله لان هو اللون اصلا بياخد على طول، لان اللون اصلا احمر اللي انا حطاه، فلما ناخد منه نقطة كده بنقطة احسن ما تحطش كتير وترجعي تحتاري. ده اللون اهو اللي وصلنا ليه. الكاميرا مش جايباه قوي، انا بقربهولك عشان تشوفيه، اللي هو البامبا الهادي جدا اللي انت شفتيه في التورتايه من البداية. حطيته في كيس حلواني وهبتدي ان انا اغلف بيه التورتايه كلها داير ما يدور كده. بصوا هتحسوا بفرق كده ما بين الابيض واللون اللي انا حطاه اهو. ببتدي امشي كده وادور القاعدة معايا بحيث ان انا الف التورتايه كلها بالكريمة دي علشان ابتدي اجلسها. ادي اهو بمنتهى السهولة والبساطة كده. الكيس بقى بيسهل عليكي ان انتي تغلفي التورتايه كلها، وبعد كده تجيبي السكريبر وتبتدي ان انتي تجلسي بيه. لو في اي فراغات بتبتدي ان انتي تحطيها كده، وبنبتدي بقى نجيب السكريبر وتساوي التورتايه بالشكل ده. اهم حاجة التجليس، لان التورتايه دي مش هيبقى فيها اي شغل من بره غير الفراشات اللي هتتحط عليها والكريسبيات فقط لا غير. فعشان كده لازما التجليس بتاعها يطلع معاكي مظبوط جدا جدا جدا. لو هتاخدي في التجليس ده زي ما قلتلكوا قبل كده ربع ساعة شغل، اشتغلي فيها كويس عشان يطلع الشكل معاكي كويس اهو. بنساوي الوش بنفس الطريقة، والزيادات بناخدها نمسحها في الطبق اللي احنا بتاع الكريمة اللي شغالين بيه. المهم ان احنا نساوي التورتايه كويس جدا جدا اهو. بنبتدي كده تمسحي الكريمة تسويها كلها بحيث السطح بتاع التورتايه يبقى متساوي وشكله حلو جدا جدا اهو. والزيادات اللي طلعت بره دي هنعملها برضو بالسكريبر، فهتتساوى معانا التورتايه جدا جدا اهو. بصوا بقى ادي السكريبر هيغلف لك كل حاجه معاكي، والزيادات اللي بتطلع هتاخديها من بره على جوه، فالتورتايه هتبقى جميله جدا معانا بعد التجليس اهو. بصوا باخد من بره على جوه وامسح السكريبر وارجع اخد من بره على جوه بالطريقه دي اهو. الزيادات دي بمسحها في قلب الطبق بتاع الكريمه علشان ابتدي السكريبر ما تبقاش محمله بكريمه وتدخل على كريمه فتبوظ الدنيا. جلستها كلها اهي بالتمام والكمال زي ما انتوا شايفينها كده. هبتدي بقى كان في 3 وردات الشكل ده، هي كانت بعتهولي وقالت لي انا عايزه زيه، فقلت لها خلاص تمام ماشي. طبعا بيبقى معايا التليفون، ببتدي ان انا ابص على الشكل واشوف ايه اللي معمول فيه وببتدي اشتغله. دي الوردة ده التب بتاع الوردة. هنعمل كده اهمت وردات جنب بعضهم زي ما هما كانوا موجودين في الصورة بالظبط. عملت كده الوردات اهمت 5 وردات بالتب بتاع الوردة، بيطلع معاكي جميل جدا وممتاز. هما كانوا على جنب واحد بالشكل ده، فانا عملتهم اهو وخلاص بقوا جاهزين معايا. هبتدي اشيل بقى الاكياس بتاعتي اللي انا كنت حطاها. خلاص انا مش محتاجة اي حاجة، انا غلفت التورتايه وكل حاجة كده، فانا مش محتاجة ان انا اسيبهم تاني. القاعدة خلاص مش هحط جناش ولا هحط حاجة انه ينزل عليها او اي حاجة. فببتدي اشيل الاكياس بتاعتي كده من التورتايه علشان مش محتاجاها تاني اهو. بالراحة كده وتبتدي ان انتي تشيليها، هتشديها بالراحة هتبقى جاهزة معاكي. خدتها على الطرف عشان ابتدي اشدها واحدة واحدة، وانتي بتشدي كده الاكياس عشان التورتايه تطلع معاكي مظبوطة والشكل يطلع معاكي مظبوط كده. بقت جاهزة معايا اهي خلاص، انا مش محتاجة اي حاجة فيها تاني. هنبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي. دي كريسبيات كده كور. هبتدي احط كان في 2 على الجناب، هبتدي احطهم
هنخلص كل الشغل ونخلي اخر حاجة الفراشات اللي هنحطها. اللي هو الكريسب الابيض اللي هو المكور ده، اللي هو حجمه كبير شوية، كان محطوط على الجنب ده وعلى الجنب التاني. فببتدي ان انا احطه كده على التورتايه. اهم حاجه لما يجيلك شكل تورتايه، تقعدي مع نفسك تشوفي الاول انتي هتقدري تنفذيه ولا لا. حطيتيه في دماغك وقدرتي ان انتي تنفذيه، خلاص اتفقي مع العميله وقولي لها تمام اوكي ماشي هطلع لك الشكل اللي انتي عايزاه. لان طبعا لو ما طلعش نفس الشكل بيبقى العميله متضايقه وكده، فبلاش ان انتي تاخدي اوردر ما انتش هتقدري تطلعيه لو هيبقى صعب عليكي شويه. ابتديت احط هنا كورتين كانوا على الجنب التاني، كورتين لزقتهم في بعض بشوكولاته خام بيضه، سيحتها على حمام ميه ولزقتهم في بعض وحطيتها كده على الجنب بقى بالشكل ده اهو. الجنب ده كان عليه 2 كريسب ملزوقين كده، لزقتهم بشوكولاته بيضه. هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه في الورق اللي انا عملته. الورق ده انا بعمله بطبعه في المكتبة. الفرخ ده زي ما انتوا شايفينه كده بيبقى ب10 جنيه، بطبعه ب10 جنيه، ببعتله الصورة على الواتس يطبعها لي وبجيبها افرغ انا الاشكال. كان مطلوب رقم واحد بس، فطبعا مش هعمل الورقة كلها على رقم واحد، فعملت الارقام كلها بعتها له برضو وقصيت رقم واحد اللي احنا محتاجين. ببتدي اجيبها وافرغ الفراشات اهو، وببتدي اجيب بقى الفراشة كده وابتدي بمسدس الشمع اعملها من ورا، وابتدي احط اللي هي السلاكة اللي هي العلبة دي انا بحطها عندي في المطبخ عشان بستعملها للشغل بتاعي. بحط كده الفراشة بحيث ان انا هضغط الخلة دي في قلب التورتاية عشان الفراشة هي اللي تبقى ظاهرة وتبقى معايا. وفي حاجات تانية مش بحط فيها خلة ولا اي حاجة. ببتدي احط الفراشة على الكريمة كده بتمسك، مفيش اي حاجة. الورق ده بيبقى ورق مقوى كده، بيبقى عند بتوع التصوير زي ورق الاستوديو، زي ورق الصور اللي احنا بنصورها في الاستوديو. بيبقى في المكتبات، فلو المكتبة فيها الوان وتطبع لك الوان فتقدر تعمله. الفرخ ده كله على بعضه زي ما قلتلك ب10 جنيه، وده رقم واحد اللي كان مطلوب برضو عملناه بالشكل ده. خلاص خلصت انا كده كل الفراشات والرقم اللي مطلوب احطه. فهبتدي دلوقتي الفراشات هبتدي احطها بنفس الشكل اللي انا شايفاه في الصورة اللي هي بعتها لي. دي هتتحط على الورد كده، فما بحطهاش في خلة ولا حاجة. ببتدي ان انا احطها على الكريمة من بره. وما تخافيش، بيبقى فيه يعني مش هيتشرب من الكريمة او هيبوظ او حاجة، لانه ورق مقوى زي ما قلتلك قبل كده، وده غير قابل للاكل طبعا. ودول برضو كريسبي، كانت مطلوب كور كريسب كده بيضة، كانت مطلوبة ان هي برضو كان الشكل ان هم فوق بعض، لزقتهم كده بشوكولاتة بيضة برضو. وهبتدي احط رقم واحد هنا، كان جنبهم رقم واحد في الصورة. فابتديت ان انا اوزع الفراشات اهو زي ما انتوا شايفينها. كل الفراشات اللي على الجنب دي مش محطوطة في خلة ولا اي حاجة. الفراشات اللي هتبقى ظاهرة من فوق هي اللي هتتحط على خلة، اللي هم هيبقوا عاليين من ورا جنب رقم واحد ووراه كده. فكانوا معمولين كده، فانا عملتهم بنفس الطريقة اهو. هنشوفها مع بعض دلوقتي وهنشوف انا اشتغلتهم وحطيتهم ازاي. اهم تبصوا جايين بالتدريج كده، من الاول اهمت للاخر. دول في خلة اللي هم جنب رقم واحد وقدامه، دول انا حطاهم في خلة اهم، لكن اللي قدام الكريسب دي مش في خلة ولا حاجة. وابتديت ان انا اوزعهم بنفس الطريقة اهي، سهلة وبسيطة. والفراشات بصراحة مخليها امورة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهي. بصوا من غير خلة بقى، اللي هي بتبقى على الجنب دي انا حطاها كده على الكريمة بتمسك على طول، مش بيحصل اي حاجة، خفيف خالص. تخلي ايدك خفيفة وتحطي الفراشة بعد ما تتنيها تانية كأنها تبقى شكل الفراشة بالظبط. وببتدي ان انا احطها كده واحدة واحدة، بنشوف الشكل وبنشوف المنظر اللي في التليفون، وبنبتدي ان احنا نحط زيه بالظبط بحيث تطلع بنفس الجودة او بنفس الشكل اللي هي بعتاه، عشان تبقى مرضية عنه، لانها طبعا ده بيبقى طلبها وده نفسها الشكل اللي يطلع اهو. بصوا دي التورتاية اهي، مش عارفة واضحة ولا لا، دي كانت بعتها لي اعمل زيها بالظبط. فانا ببص في التليفون واشتغل منه على طول اهو. ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل ده؟ ادي التورتاية الجميلة دي زي ما انتوا شايفينها كده.
اهي بنوزع الفراشات كلها بالشكل ده. من ورا خالص مفيش اي فراشات، هي من قدام بس بتبقى كانت الفراشات موجودة كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، يعني احنا بنبقى محتارين، وحطيت فراشة قدام انا من نفسي ما كانتش محطوطة، حسيت ان شكلها اجمل فحطيتها كده. وادي التورتايه خلصت معانا. العلبة مقاس 30 في 30 والقاعدة مقاس 30 في 30. ودي شوكولاتة بيضة حطيت عليها نقطة حمراء خام، وحطيتها بالشكل ده في مولدات السيليكون وعملتها.